للأسف أنا بوجه كلمتي لوزير التموين وبقول لحضرتك وزير مأزوم، عندك أزمة. أنا مش عارفة الأزمة في إيه بالظبط. حضرتك لا بتقابل نواب، مفيش غير إن أنت بتصدر لنا المشاكل. يعني أنا بالنسبة لي محافظة لا عندي تعدين ولا محافظة ساحلية، كل مشكلتي مع التربية والتعليم ومع الصحة ومع التموين. وزير التموين بعد 2.5 سنين أنا بقول من مجلس النواب مش عارفة أقابل معاليك، كل ما أجي معاليك حضرتك دايما مش موجود، دايما بتعتذر عن لقاء النواب. واتكلمنا قبل كده في لقاء مع الشعب الجمهوري وما حصلش حاجه. بالنسبه للاسعار الناس بقت بتكلم نفسها، كل ساعه الاسعار بنلاقيها مختلفه ومتغيره. حضرتك تطلع تصرح ان في رز، ما فيش رز في الاسواق وسعر الرز وصل ل 23 جنيه وحضرتك بتقول 11 جنيه و12 جنيه واسعار الشعب المصري ما سمعش عنها. انا ما عنديش غير تصدير المشاكل من وزاره التموين، نقص اجوله التموين، غلق المخابز. انا كل شويه عندي مخبز بيتقفل من غير ولا حاجه. بالنسبه لي ما فيش غير الناس وحذف البطاقات التموين. الناس دلوقتي عشان اسره من 5 ل 6 افراد محتاجه حاجه واحده، محتاجه 70 جنيه عشان تاكل عيش حاف من غير غموس. هل ده يرضي ربنا؟ هل احنا داخلين الجمهوريه الجديده والرئيس بيقول لكم سهلوا على الناس، سهلوا على المستثمرين، داخلين بحضرتك الجمهوريه الجديده بوزاره التموين المأزومه؟ عندك مشكله في الوزاره، حضرتك ما تنفعش تكمل معانا. انا شايفه ان احنا اللي بيحصل في مصر ده حاجه نوع من انواع تعذيب الشعب المصري.